مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا هعمل البطاطس المحمره اللي زي بالظبط كده بتاعت المحلات، اللي بتبقى مقرمشه دي كده من بره وطريه من جوه. هنعملها عادي جدا من غير ما نفرزها، ولان في ناس بتقعد تفرزها وتقليها نص قليه وتطلعها وتحطها في الفريزر. لا، بصي، انت هتجيبي البطاطس عادي تقشريها وبتسخني الزيت اهو عادي جدا. سخني الزيت وقشري البطاطس رفيع اهو، ولا خل ولا ملح ولا اي حاجه من الحاجات اللي بنقعد نسمعها دي اهي. حطها في الزيت عشان في طبعا اطفال كتير بيحبوا البطاطس في المدرسه. وطبعا ايه، بنجيب الكيس اللي احنا كلنا عارفينه، النص قليه دوت. طبعا ما بيقعدش وبيبقى ايه، وبيبقى برضه سعره غالي اهو. خلاص البطاطس كده انا حطيتها في الطاسه اهي، ولا اي حاجه هضيفها عليها. هسيبها كده بقى. بصوا انا حطيتها اهو، هسيبها في الزيت كده اهو. هسيبها في الزيت بقى، مش هحط حاجه عليها خالص. هسيبها كده في الزيت وهطفي عليها، وهسيبها كده بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع. وقت بقى انت تسيبيها، وقت بقى ما تيجي تكوني خلاص خلصتي اكلك وهتطلعيها، تولعي عليها. انا هسيبها بقى كده نص ساعه او ساعه الا ربع، زي ما انت حابه بقى، زي ما انت حابه تسيبيها. بصوا بقى كده بعد ما ولعنا عليها اهو، سيبناها شويه في الزيت. بصوا القرمشه تتنقع شويه في الزيت، تدي القرمشه دي كده على طول. بصوا بقى، بصوا لونها عامل ازاي. والقرمشه طبعا سامعين صوت القرمشه اهي، زي اللي في الاكياس بالظبط، من غير ما تفرزيها ومن غير اي حاجه اهي. اعمليها بقى بالطريقه دي ويا رب تعجبكم ان شاء الله. باي.